تفيق عليك ادعي طول صالية شدة وتولية. موضوع النهاردة عن كسرة القلب. أكتر حاجة وحشة في الدنيا إنك أنت تيجي تستنى حاجة من حد ويعمل عكس كده تماما، عشان أنت لما تيجي تستنى حاجة من حد عقلك بيوهم لك إن هو يعمل كذا وهو ما عملش كذا، فتقوم أنت حالة الاكتئاب تيجي عندك وتزيد تزيد تزيد وتعيش في أيام الاكتئاب اللي أنت دايما عايش فيها. الحب ده بيخلص في قلب الواحد من غير ما يحس، وعلى رأي سيدنا عمر رضي الله عنه لما قال: لا تسأل محب لماذا أحببت، إن الله يقفز الحب في قلوبنا. ولو أنت حبيت شخص ومتأكد إن هو بيحبك نفس الحب ونفس الشعور اللي أنت بتقدمه له، توكل على ربنا وادعي ربنا إن هو يكون ليك، ويا عالم هيكون ليك ولا لأ. بس عامة أنا في قرارين ماشي بيهم في الدنيا. القرار الأول: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما تمناه. القرار الثاني: إذا أراد الله أن يجمع بين قلبين سيجمع بينهما حتى لو كان مداد السماوات والأرض. مش بيهم في الدنيا وتوكل على ربنا، لو ربنا رايد فيه خير صدقني هيكون ليك من غير ما تبذل أي مجهود، عشان ربنا ما بيضرش عبده اللي هو حبيبه. وما تخليش قلبك عامل زي البيت اللي داخل ولا طالع معدي على قلبك. دخل في قلبك اللي شايفك انت فين فيما بعد وحبك، فرق معاه انت مين، نفس الشعور ده بالظبط انت بتقدمه له. طب انتوا الاتنين متفقين مع بعض، وغير كده اصلا اللي مش فارق معاه انت مين وانت ايه طلعه من بره حياتك واديله بالجزمه، ومستاهلش اصلا انك انت تديله نص دقيقه وتقدمها له. هو العمر فيه قد ايه عشان تضيعه على حاجه ملهاش اي لازمه ولا هتفيدك ولا هتضرك؟ فانت اللي مش فارق معاه انت مين وانت هتبقى ايه في المستقبل طلعه من بره حياتك اديله بالجزمه. احنا ناقصين على قلب، وما تخليش قلبك وعقلك يتعلقوا بالجمال والحلاوه. في حاجه اسمها الاخلاق، خلي الاخلاق هي اللي انت تتعلق بيها وتشد اليها. الاخلاق دي هي اللي تقف معاك، هي اللي تسندك، هي اللي تيجي في وقت ضعفك وتقويك. نصيحه مني ليك: لو حبيت شخص شيل حبك في قلبك، ما تعترفش بحبك غير لما تكون قادر وجاهز وقادر تقف على رجليك وقادر تعيشه في جنتك.